الفيديو ده انا جهزته وصورته من سنه بس ما نزلتوش، لان انا اكتشفت بعد ما عملته ان انا لسه عندي نفس المشكله اللي في عنوان الفيديو، انعدام الطاقه وفقدان الشغف. فضلت خلال السنه دي ادور على طرق كتير جدا واجرب حاجات مختلفه لعل وعسى اجيب معايا نتيجه، والحمد لله قدرت اوصل لروشته معينه فرقت معايا كتير جدا. فلو انت عندك نفس المشكله دي جهز المج بتاعك وركز معايا جدا. خليني اقول لك ان جسمك عامل زي العربيه عشان تتحرك بتحتاج طاقه اللي بنسميها البنزين. انت كمان ينطبق عليك نفس الكلام ده، عشان تتحرك او تعمل اي وظيفه بتحتاج طاقه الانسان بنسميها ATP، وده عباره عن شويه ذرات كيميائيه مرتبطه ببعض مش هشغل دماغك بيها دلوقتي. طيب خلينا نرجع تاني للعربيه. اتفقنا ان العربيه بنحتاج نفولها بالوقود اللي هو البنزين عشان تتحرك. انت عندك اتفقنا ان الوقود بتاعك اسمه ATP. طب ده هنفوله ازاي؟ زي ما قلت لك ان هو عباره عن اتحاد مجموعه من العناصر الكيميائيه، فبالتالي لو جمعناهم وحطيناهم مع بعض هنكون الطاقه بتاعتنا. طيب كلام جميل، اجيبها منين العناصر دي بقى؟ بكل بساطه هناكل. وانا مش جاي اكرر كلام امهاتنا واحنا صغيرين انك لازم تاكل عشان تعرف تلعب، لا انا جاي اكلمك عليه بكل بساطه وبطريقه علميه. خليني اقول لك ان اغلب الاكل الطبيعي او المعمول في البيت اللي بتاكله بيكون فيه اغلب العناصر اللي انت محتاجها، وهنتكلم بالتفصيل عن التغذيه في فيديو قريب ان شاء الله. بس باختصار انت اي حاجه بتاكلها او بتشربها بتبدا تخش جسمك، بتمر بمجموعه من المراحل زي اولها الهضم وبعد كده الامتصاص. بينتج عن المراحل دي كلها تكوين شويه عناصر. العناصر دي بناخد منهم اللي احنا عايزينه عشان نكون الاي تي بي، يتجمعوا مع بعض كونت الطاقه اللي انت محتاجها. وعشان افسر لك الموضوع اكتر خليني اقول لك ان احنا بنقسم الاكل لثلاث انواع رئيسيه: كربوهيدرات، بروتين، ودهون. بالنسبه للكرب زي العيش او النشويات، دي الحاجه السالكه السريعه اللي اول ما بتكون عايز طاقه بيديك حوالي من 50 ل 60% من الطاقه اللي انت عايزها. بالنسبه للدهون فهي تعتبر تاني اهم مصدر للطاقه، قادره تمد جسمك بحوالي من 20 ل 30% من الطاقه اللي انت محتاجها. ولكن اهم نقطه في الدهون ان هي قادره تخزن لغايه 75%، تبدا تستغلها وقت التمارين او الصيام الطويل. يبقى كده اتفقنا ان اول حاجه معانا هو الاكل، ثاني حاجه معانا وهو النوم، وده معقد شويه في شرح علاقته مع الطاقه، ولكن خلينا نديلك نبذه سريعه. طول ما انت صاحي بتستهلك الطاقه من اسهل مصدر زي ما اتفقنا الكربوهيدرات، تحديدا من حاجه بنسميها الجلايكوجين اللي بتتكسر تدينا جلوكوز وفي الاخر بيطلع الطاقه. لما بتنام وتحديدا تخش في مرحله بنسميها الديب سليب، بيبدا جسمك يعمل اعاده بناء للعناصر اللي اتكسرت ويرجع في النهايه للجلايكوجين، عشان اول ما تصحى من النوم يبقى عندك المصدر السريع للطاقه فتعرف تستخدمه على طول. وحاجه ثانيه كمان، وانت نايم بيبقى احسن وقت جهازك الهضمي شغال فيه، فيعرف يهضم اكتر ويستخلص عناصر اكتر ويكون طاقه اكتر واكتر. فكده النوم باكتر من طريقه قادر يزود طاقتك. ولكن بصراحه انا زهقت من كل الكلام العلمي ده ومن الاوضه دي، فخلينا نغير شويه. ودي بالظبط تاني نقطه انا عايز اكلمك عليها، وهي الصحه النفسيه. وهنا خلينا اكلمك على ثلاث مصطلحات مهمين قوي. اول حاجه الدافع والشغف والاجازه. خلينا نمسك واحده واحده كده ونركز فيهم. وخلينا نبدا باول حاجه وهي الدافع. الدافع ببساطه هي اجابه سؤال بيبدا بليه، زي انا ليه مضطر اشتغل، انا ليه مضطر اذاكر، انا ليه مضطر انزل جيم. وصدقني انت عارف اجابه كل حاجه فيهم كويس قوي، ولكن خليني اقول لك للاسف انك مخك بيحب النسيان. عشان كده اكتر نصيحه مهمه ممكن اقولها لك انك دايما تكتب الدافع بتاعك وتخليه دايما قدام عينك. وهنا نيجي للنقطه الثانيه وهي الشغف. انعدام الشغف للاسف من اكتر الحاجات اللي اثرت في حياتي انا شخصيا، وده اللي خلاني ابدا ادور في قاموس اللغه العربيه عن التعريف الفعلي للشغف. قال لك ان الشغف عباره عن شعور قوي بيدفع الشخص لاداء شيء ما. وعشان تفهمني اكتر وتفهم اهميه الشغف خليني اقول لك اللي بيحصل في مخك لما بتحصل لك شعله الشغف دي. بيبدا افراز هرمونات كتير جدا في مخك زي الدوبامين او السيروتونين، اللي بتعمل ان هي بتكون وصلات عصبيه. كل وصله عصبيه من دي لما بتتكون بتزود من تركيز مخك والانتباه والذاكره وكل وظائف المخ بشكل عام. فبالتالي سواء في الجيم او في شغلك او في المذاكره هتبدا تأدي بشكل احسن ويكون عندك حماس انك تكمل للاخر. بس للاسف اغلبنا بيجي في نص الطريق وينعدم عنده الشغف تماما. وهنا خليني اقول لك على ثلاث نصايح انا شخصيا جربتهم وفرقوا كتير جدا في حياتي. اول حاجه انك ترجع تبص على الدافع اللي اتكلمنا عليه من شويه وتفكر نفسك بقد ايه انت كنت متحمس وقتها. وتاني حاجه التحفيز، وانا بصراحه بعتبره مسكنات. وهنا بحب اقول كلمه مهمه قوي: اضحك على نفسك بنفسك. يعني بكل بساطه عايش نفسك في الوهم انك فعلا هتقدر تنجز المهمه بتاعتك في الوقت اللي انت حاطه، او انك هتعرف تطلع من الاوائل وانت شايف ان مستواك ما هوش جايب كده، او انك مثلا هتوصل للفورمه اللي انت عايزها في الوقت اللي انت كنت حاطه حتى لو انت تعطلت شويه في النص. وصدقني لما تبدا تصدق الكذب اللي انت بتقوله ده هيبدا يتكون عندك دوبامين اكتر ويبدا يتكون عندك وصلات عصبيه ويحصل الوظائف اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. والطريقه الثالثه عشان تحاول تستعيد الشغف بتاعك انك تحط مكافاه للحاجه اللي بتعملها. يعني بكل بساطه انا هخلص الشابتر ده فبالتالي هخرج مع اصحابي، انا هخلص تمرين الجيم دي ففي اخر الاسبوع هاكل وجبه فري. لما بتحط مكافاه للحاجه اللي بتعملها بيبدا مخك يزود افراز الحاجات اللي اتكلمنا عليها كتير، فبالتالي بيحفز جسمك انه فعلا يخلص الوظيفه بتاعته علشان يلاقي المكافاه اللي هو مستنيها. ولو حاسس ان انا بتكلم عن دوبامين بشكل كتير تقدر ترجع لفيديو الدوبامين على القناه وبالمره تعمل سبسكرايب وهتفهم قصدي ايه. والحاجه الثالثه والاخيره واللي احنا فعلا مهدرين حقها بشكل كبير جدا وهي الاجازه. في مرحله بتيجي بعد فتره من الشغل المتواصل او الانهاك الشديد بنسميها المايند بلوك. يعني بكل بساطه انت مخك خلاص قفل ما عادش قادر انه يشتغل،
فما ينفعش تيجي عليه اكتر وتضيع وقت اكتر وانت في الاخر مفيش انتاجيه. فلما توصل للمرحله دي لازم تعرف انك فورا لازم تاخد اجازه. وهنا خد بالك من نقطه مهمه قوي، ان في فرق كبير جدا بين الاستهبال وسط التاسك وبين الاجازه الحقيقيه. لما بتاخد اجازه حقيقيه ومخك عارف ان هو مستريح تماما دلوقتي، بيبدا يجهز نفسه للمعركه الجايه، فيبدا يخش عليها بحماس جديد وطاقه اكبر. لكن للاسف لما بنستهبل شويه وسط اي تاسك بنعمله، بنعتبر ان احنا خلاص ضيعنا وقت وما عادش ينفع ناخد اجازه، فبالتالي انت لا مخك ريح ولا خدت اجازه ولا عارف تكمل بعدها. وعشان كده لازم تفرق بين الاجازه الحقيقيه اللي ضميرك بيكون مرتاح فيها ويبدا مخك يشتغل براحته، وبين الاستهبال اللي بنعمله وسط التاسك، فبنكون متضايقين وبنضيع وقت ومش عارفين نعمل حاجه بعدها. فبكل بساطه تجنب الاحتراق واحترم الاجازه. فباختصار، كل اكل صحي، نام كويس، حط دافع، حفز نفسك، وخد اجازه، واعمل سبسكرايب.